طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. اختتام مسابقة جوائز فنقل المنتظمة بمناسبة إحياء ذكرى عملية فنقل. مزارعو شبح ومتكلابيت وعد شومة يعملون على استيراد دخلهم الزراعي. فرع مول في الإقليم الجنوبي يغيم عمل مشجع في عام 2023. قتل وجرح بقصف إسرائيلي على حمص السورية. تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وجيش التحرير في كولومبيا. السويد تعتزم إغلاق تحقيقاتها في انفجارات نورد ستريم. من العناوين إلى التفاصيل. اختتمت في 7 فبراير مسابقات المعلومات العامة والشعر والقصة القصيرة التي أقيمت بين طلاب مدارس مديريات مصوع وجندع وفورو لإحياء الذكرى 34 لعملية فنقل. وأوضح رئيس لجنة جوائز فنقل الأستاذ جرمايزر ياكوب أن البرنامج الذي بدأ في العام 2023 بقدرات محدودة تم توسيعه هذا العام بالتنسيق مع لجنة قرية التعليم. وقال أن 16 طالبا من بينهم 8 طالبات من المديريات شاركوا في المسابقات التي ركزت على التاريخ والثقافة والصحة والرياضة. وألقيت في المناسبة قصائد شعرية من الطلاب عن عملية فنقل وعملية الكماندوس في سنبل، بالإضافة إلى بطولات وتفاني الشباب الإريتري في النضال من أجل الحرية. طالب المزارعون في ضواحي شبح ومتكلابيت وعد شومة في مديرية جندع الدعم الآلي لضمان جهودهم الهادفة لإسراء دخلهم الزراعي. وأوضح الوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أنهم يقومون بحملات مستمرة للحفاظ على المياه والتربة، مشيرين إلى وجود مزارعهم في وضع جيد مع الخريف المبشر. وقال السيد عثمان حامد مدير ضاحية شبح أنه تم زراعة 450 هكتارا فقط من الأراضي البالغ مساحتها 750 هكتارا في ضاحية شبح. وقال أنهم يعملون بشكل مستمر على زراعة 300 هكتار. وأوضح السيد حسن هندسة مدير ضاحية متكلابيت أن 200 هكتار من الأراضي التي تبلغ مساحتها 600 هكتار لا يتم استخدامها لأن البنى التحتية الزراعية التي دمرتها السيول تفوق قدراتهم، مما يتطلب صيانتها بالآلات الثقيلة. وبالمثل فإنهم ينفذون إصلاحات بمساعدة الآليات في ضاحية عد شومة، لكن الأنشطة لن تكون على قدر قوة السيول حسب ما قال مدير الضاحية جابر عميرة. وقال مدير مديرية جندع سيد عمر يحيى ورئيس مكتب الزراعة السيد تشفى قابر سقايا اللذان زارا مناطق الثلاث المذكورة لمراقبة برامج الحفاظ على المياه والتربة وإصلاح السدود والمحاصيل أن الآفات الموجودة في المنطقة تؤثر سلبا على الذرة، موصين المزارعين لاستبدالها بالذرة الشامية. قام برنامج الادخار والقروض الميسرة في الإقليم الجنوبي في الاجتماع التقييمي المنتظم في مندفر خلال 6 فبراير. قال أنه قام بعمل مشجع في تمديد القروض وسدادها في العام 2023. وفي الاجتماع الذي حضره مدراء ومسؤولو التنمية الاقتصادية ومسؤولو التمويل في 12 مديرية بالإقليم، قال رئيس الفرع السيد ترافي قبر يوهنس أن مبلغ القروض المنصرفة في العام 2022 بلغ حوالي 23 مليون نقفة، بزيادة قدر حوالي 12% إلى 25.6 مليون نقفة في العام 2023. كما ارتفع عدد العملاء من 9111 إلى 9431، وزاد عدد البنوك الريفية من 138 إلى 149، موضحا بلوغ نسبة السداد 54%. وأوضح سيد ترفي أن 8 ملايين نقفة من أصل 30 مليون نقفة موزعة في الإقليم الجنوبي قد تجاوزت الموعد النهائي الموصى به. وحث وكلاء التمويل في المديريات على العمل الجاد مع هياكل الإدارات لسدادها والمقترضين على سداد ديونهم في الوقت المحدد لتجنب الوقوع ضحايا للفائدة غير المرغوب فيها. من جانبه حث المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب مول المركزية السيد تافلاس مروما
على معالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها في التقييم في فرعي الدخالة والدكم حري. وقال المشاركون أن القروض التي وزعها الصندوق بين الحين والآخر ساعدت المستفيدين منها على تحسين معيشتهم وحل مشاكلهم، ولكن القليل من من اقترضوا أصبحوا ضحايا للفوائد والخسائر غير المرغوب فيها. وذكروا بضرورة إجراء بحث أولي مناسب بشأن تمديد القروض واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين لا يسددون ديونهم في الوقت المحدد. هذا يوجد لفرع برنامج الادخار والقروض الميسرة عملاء في 661 قرية في الإقليم الجنوبي. أفاد الاجتماع المنعقد في مديرية الدقيح لتقييم التقدم المحرز في النصف الأول من العام أن الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم أسفرت عن نتائج مشجعة. وفي الاجتماع الذي عقد يومي الأول والثاني من فبراير وتم عرض تقارير 25 مدرسة، أوضح بأن عدد الطلاب الإجمالي المسجل 15630، فيما بلغ معدل نجاح الطلاب من الأول وحتى الصف ال11 حوالي 90%، حسب ما قال الأستاذ بياني تسفاي مسؤول التعليم في المديرية. ووفقا للتقرير تم إجراء تدريبات للمعلمين في 23 مدرسة، وبدأت عملية التدريس والتعلم في الوقت المحدد بسبب حضور الطلاب والمعلمين في الوقت المناسب، وتحسنت نتائج الطلاب وانضباطهم، وكانت المساهمة العامة جيدة في جميع المدارس. كما أثنى الأستاذ بياني على المواطنين لدعمهم العيني والمالي للمعلمين، فضلا عن مبادرة بناء محيط في مدارس أوهانا الابتدائية بتكلفة تزيد عن 52,000 نغفة. بعد المناقشة المعمقة دعا المشاركون إلى تقديم مساعدة إضافية لطلاب ذوي التحصيل المنخفض وإنشاء منصة لجميع طلاب لاجتياز مرحلة ما قبل المدرسة، وزيادة دور الشركاء في الحملات التوعوية ومعالجة المدارس التي تعاني من نقص الكتب وزيادة التحصيل المنخفض في المدارس الثانوية. وفي الختام حث المدير التنفيذي لمديرية الدقيح السيد كيروس قبر مريم إدارات الضواحي على زيادة دورها في عملية التعليم والتعلم. أقام 142 طالبا يمثلون 21 مدرسة ثانوية في إقليم عسبة المشاركون في الدورة التأهيلية في العلوم الاجتماعية من 25 وحتى 3 من فبراير، قاموا بزيارة دفاعات قنفلوم التي دارت فيها معارك ضارية في فترة الكفاح التحرري. وقدم المناضلون المشاركون في هذه المعارك وسكان المنطقة شرحا للطلاب عن المآسر البطولية التي سجلها المناضلون في الأعوام 1975 1976 1978 1988. وأوضح المناضلون أن قاتلي قوات التحرير الشعبية لحقوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجيش العدو الاستعماري الإثيوبي الضخم الذي انطلق لنجدة نغفة في العام 1976 في معارك تصدي استمرت لأكثر من شهر في قنفلوم ليعود جيش العدو مدحورا. وذكر المناضلون بأن الموقع شهد أيضا بطولات تاريخية أخرى خلال الانسحاب الاستراتيجي في العام 1978 وخلال تدمير جبهة نادوز في العام 1988، منادين الشباب لزيارة هذا الموقع التاريخي للتعرف على التاريخ. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عسبة السيد النور همد أن الاتحاد يبذل جهودا حسيسة لتوريث التاريخ من خلال زيارة الأماكن التاريخية، وحث الزائرون على أن تكون دروس التاريخ في المدارس مصحوبة بزيارات ميدانية، وأن يتم تحديد المواقع التاريخية وتعزيز البرامج المماثلة على نطاق واسع. يذكر بأن حوالي 2000 شاب من إقليم عسبة قاموا في يونيو عام 2019 بجولة مماثلة سيرا على الأقدام. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بمقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي على مدينة حمص وريفها. ونقل سانا عن مصدر عسكري قوله شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عدد من النقاط في مدينة حمص. وأضاف المصدر أن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.
وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 أشخاص بينهم مدنيان في القصف الجوي الإسرائيلي. وفي يناير أسفرت ضربات إسرائيلية قرب دمشق عن مقتل 8 أشخاص بينهم مقاتلون موالون لإيران وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. أعلنت الحكومة في كولومبيا تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ شهر أغسطس الماضي مع جيش التحرير الوطني مقاتلي اليسار المتطرف ILN لمدة 6 أشهر. وذكرت أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 3 أغسطس من العام الماضي، وسيتم تمديده لمدة 180 يوما. يذكر أن جيش التحرير الوطني هو ميليشيات ثورية تقاتل في الحرب الأهلية في كولومبيا منذ بدايتها في العام 1964، ويقوم بعمليات عسكرية في كل أرجاء كولومبيا. وتقدر قوات جيش التحرير الوطني من 3 إلى 5 آلاف شخص. أفادت وسائل الإعلام الألمانية أن السويد تعتزم إغلاق تحقيقاتها في الانفجارات التي وقعت في العام 2022، وألحقت أضرارا بخطوط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز تحت بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا، وذلك بعد عدم تمكنها على ما يبدو في تحديد هوية المشتبه به. ولأن الانفجارات وقعت في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد والدنمارك، فإن كلا البلدين يجريان تحقيقات إلى جانب ألمانيا. وذكرت التقارير الإعلامية أن انتهاء التحقيق السويدي لن يكون له أي تأثير على الإجراءات في ألمانيا. أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتانزا عن إلغاء ما بين 80 إلى 90% من رحلاتها المقررة من مطاري فرانكفورت وميونخ، والتي تبلغ أكثر من 1000 رحلة، بسبب بدء نقابة عمال الخدمات في ألمانيا إضرابا في عدد من المطارات الألمانية. وسيكون مطار فرانكفورت وميونخ الأكثر تأثرا بالإضراب. وإلى جانب مطاري فرانكفورت وميونخ، دعت النقابة موظفي شركات لوفتانزا المختلفة في هامبورغ وبرلين وزلوف إلى المشاركة في الإضراب. وبحسب لوفتانزا فإن أكثر من 100,000 راكب سيضطرون لتغيير مواعيد رحلاتهم. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. اختتام مسابقة جوائز فنقل المنتظمة بمناسبة إحياء ذكرى عملية فنقل. مزارعو شبح ومتكلابيت وعد شومة يعملون على إسراء دخلهم الزراعي. فرع مول في الإقليم الجنوبي يقوم بعمل مشجع في العام 2023. قتل وجرح بقصف إسرائيلي على حمص السويسرية. تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وجيش التحرير الكولومبي. السويد تعتزم إغلاق تحقيقاتها في انفجارات نورد ستريم. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.